أهلا بيكم. في لحظة معينة بعد ما الأم بتموت، ممكن بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، الواحد بيلاقي نفسه يمد إيده على التليفون عشان يكلمها، مش لأنه نسي، لكن لأن دماغه بيعمل اللي اتعلم يعمله. والسؤال اللي محدش بيسأله، صح، ليه فقدان الأم مختلف عن أي فقدان تاني في حياة الإنسان؟ ليه بيوصل لمنطقة جواك من الحزن ما بيوصلهاش أي حزن تاني؟ والإجابة مش في الكلام، الإجابة هي في دماغك أنت. أنا إسماعيل أحمد، ودي قناة الجانب الرمادي. يلا بينا نبدأ. ماري فرانسيس أوكنر، عالمة أعصاب أمريكية، فقدت أمها وهي في العشرينات من عمرها. الناس اللي بتفقد حد عزيز بتعمل حاجة من اتنين، يا إما بتحاول تنسى أو بتحاول تتقبل. لكن أوكنر عملت حاجة تالتة، قررت تفهم. تعالى نفهم إزاي هي عملت كده، بس في البداية ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. أوكنر راحت المختبر وعملت حاجة محدش فكر فيها قبلها. صورت دماغ ناس في حالة حزن حقيقي بالاف ام ار اي، اللي هو الرنين المغناطيسي. صورتهم وهم بيشوفوا الصور اللي ماتوا عشان تشوف بعينيها ايه اللي بيحصل جوه الدماغ في لحظة الحزن دي. وأسست مختبر علمي كامل اسمه جلاس لاب، بيدرس ايه اللي بيعمله الحزن في الدماغ والجسم. 20 سنة بحث، كل ده بدأ من انها فقدت امها. احنا عادة بنتكلم كتير عن الحزن وبنقول عادي هتعدي، وبنقول الوقت بيشفي وهتبقى أقوى وما تقلقش ودي مسألة وقت. بس في حاجة محدش بيقولها، إن فقدان الأم مش زي أي فقدان تاني، وإن اللي بتحس بيه ده ألم أعمق من أي ألم تاني. وعشان تفهم ليه، محتاج تفهم إيه اللي بيعمله دماغك من أول يوم في حياتك. أوكنور بدأت في مختبرها بسؤال بسيط: لما حد بيشوف صورة أمه اللي ماتت، إيه اللي بيحصل في دماغه؟ واللي لقيته غير طريقة تفكيرها في الحزن. أولا، الدماغ مش بيصدق، الدماغ بيشتغل على نظام اسمه نظام التنبؤ. يعني دماغك مش بس بيحلل اللي بيحصل دلوقتي، هو طول الوقت بيتوقع اللي جاي. وطول ما الأم كانت موجودة، دماغك بيتعلم يتوقع وجودها، مش بس بيفتكرها، هو بيبعت إشارة أوتوماتيك إنها موجودة. لما هي بتموت، الإشارة دي مش بتقف. عشان كده الواحد بيمد إيده على التليفون عشان يتصل يحكي لها حاجة حصلت، وعشان كده بيحس إنها لسه هنا، وبعدين يفوق على إنها مش هنا. ده اللي دماغك اتعلم يعمله. والدماغ بياخد وقت عشان يتعلم يتحمل الغياب، لأن دي فعلا عملية بيولوجية، زي ما الجرح الجسدي العادي بياخد وقت عشان يتعافى. ثانيا، ليه الأم تحديدا؟ الأم مش بس أول شخص بتحبه، هي النموذج الأول اللي الدماغ اتعلم منه معنى إن في حد موجود. عالم النفس جون بوبيلي اكتشف أن الطفل من أول أيامه بيسأل سؤال واحد بس: لما احتاج حد هيكون موجود؟ والإجابة على السؤال ده بيلاقيها الطفل في أمه، لأنها بتبقى هي النموذج اللي كل علاقاته بعد كده بتتبني عليه. صاحبه وقرايبه ومراته، وبعد كده كل ده بيتشكل على أساس الإجابة الأولى دي. ولما الأم بتموت، السؤال ده بيرجع يظهر تاني بس بشكل أقصى. السؤال بيبقى: طيب لو أكتر حد كان موجود بقى مش موجود؟ دي مش بس خسارة شخص، دي زعزعة في أعمق يقين اتبنى جواك. عشان كده الدماغ بياخد وقت أطول عشان يتعلم يتحمل الغياب ده، لأنه مش بس بيتعلم من غيرها، هو بيتعلم من غير النموذج كله اللي بدأ بيه في البداية. ثالثا، ليه في ناس بتقف؟ أوكنر في بحثها لقت حاجة مهمة: إن الدماغ عشان يتعلم يتحمل الغياب محتاج يواجهه، يشوف الصورة ويحزن، يزور المكان ويحزن، يتكلم عنها ويحزن. لأن كل مرة بتواجه الغياب، دماغك بياخد معلومة جديدة: هي مش هنا بس أنا لسه موجود. فاللي بيهرب من الذكريات، اللي بيمنع نفسه يحزن، اللي بيغرق في الشغل عشان ما يفكرش، هو مش بيحمي نفسه، هو بيحرم دماغه من التجربة دي. والنتيجة إن الدماغ بيفضل ثابت، بيبعت نفس الإشارة القديمة من غير ما يتعلم حاجة جديدة. يعني الحكاية مش ضعف ومش إرادة، هي مجرد كيمياء. رابعا، المراحل. هل هي إنكار وغضب وتقبل في النهاية؟ أوكنر بتقول إن الحزن مش خط مستقيم بيمشي بمراحل، هو أشبه بموجات. ممكن تصحى الصبح وتحس إنك كويس، وبالليل حاجة صغيرة، ريحة عطر، أغنية، طبق أكل، ترجعك تاني بالكامل. وده مش فشل، ده الدماغ لسه بيتعلم يتحمل الغياب، والتعليم زي ما قلنا مش خط مستقيم. أوكنر قضت 20 سنة وهي بتصور وبتدرس الحزن من يوم ما فقدت أمها لحد ما فهمت علميا إيه اللي حصل جواها. واللي وصلت له في النهاية مش إزاي تتعافى، اللي وصلت له إن الدماغ بيتعلم يتحمل الغياب، مش بيشيله ومش بينساه، بيتعلم يتحمله. وفي حاجة لازم تتقال بوضوح هنا من غير تجميل: إن مفيش حاجة في الدنيا تعوض فقدان الأم أبدا، لأن الأم مفيش حد يملى دورها ولا مكانها.
هي النموذج الأول اللي تبان عليه كل حاجة جواك. ولما تموت فالسؤال اللي كنت بتسأله من غير ما تعرف إنك بتسأله، اللي هو لما احتاج حد مين هيكون موجود، بقى من غير إجابة. والتعافي الحقيقي مش إنك تلاقي إجابة تانية أو إنك تعوضها أو إنك تنساها، مش إنك ترجع زي الأول لأنك مش هترجع. التعافي إنك تتعلم تتحمل الغياب وهي جزء منك شايلها في قلبك وبتفتكرها وبتدعي لها وبتترحم عليها. ربنا يرحم آبائنا وأمهاتنا جميعا ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة. في النهاية ما تنساش فهمك لنفسك هو أول خطوة للتغيير، والوعي هو مفتاحك لكل خطوة جديدة. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، واشوفك في رحلة جديدة جوه عقلك.